مهرجان همسة مهرجان مختلف. هو المهرجان الوحيد اللي بيجمع بين الفن والأدب. النهاردة معانا رئيس المهرجان الكاتب الصحفي والشاعر فتحي الحسن. أهلا بحضرتك. اهلا بيكي ومنورين دار همسه. وان شاء الله دايما منورين. شو انتوا اسمكم قناه الشمس؟ لازم أيوة. تبقوا منورين، يعني ده شيء طبيعي يعني. أستاذ فتحي، لازالت الناس بتسأل عن علاقة اسم همسة بالفنون والأدب. بصي، يعني عشان كتير بيسالني ليه اسم همسه، وناس بتفتكر ان انا سميت همسه على اسم بنتي لان بنتي اسمها همسه، وان سميت المهرجان على اسمها. هو بالعكس، همسه ده كان اسم المجله بتاعتي، مجله همسه، ودي كانت مجله فنيه. وبرضه سالوني اخترت ليه اسم همسه، لان تملي الهمس احيانا يكون اقوى من الصراخ. احيانا الكلمه الهامسه بتبقى قويه جدا جدا جدا. عشان كده انا حبيت اسم همسه. فلما عملت المجله كانت مجله فنيه وكلها نقد وكان لها قيمتها ومكانتها. وبعد كده سميت بنتي بقى اسمها همسه على اسم المجله. ثم المهرجان اللي حمل اسم الاثنين مع بعض، بقى المجله وبنتي، بقى اسمه مهرجان همسه للادب والفنون. همسه في الشعر، همسه في الادب، همسه في الفن، همسه في كل شيء. طيب، أنا عايزة أسأل حضرتك دلوقتي إيه الجديد في مهرجان همسة في دورته ال11 اللي ما اتعملش قبل كده؟ انه يكون انجح من اللي قبل كده. انا دايما تخلص الدوره واغمض عيني عنها، وكاني ما عملتهاش، اكني ما نجحتش. وابدا في الدوره الجديده اشوف ايه اللي ممكن يكون ناجح اكتر، ايه اللي ممكن ينجح الدوره اكتر، تعب اكتر، تلاشي كل الاخطاء اكتر، عشان اطلع بدوره جيده. الجديد ان انا اكون انجح من الدوره اللي قبليها، هو ده الجديد. الكاتب الصحفي فتحي الحسري، أنا عايزة أسألك بما إن حضرتك رئيس مهرجان همسة للفنون، ليه ما فكرتش تجيب داعمين يدعموا المهرجان؟ شوف اقول لحضرتك حاجه، الدعم ده مش بايدي ولا بايد اي حد. اولا المفترض ان ده مهرجان ثقافي، كان يبقى فيه دعم من الدوله، بس انا طبعا عارف ان الدوله عندها اعباء كتير جدا جدا، فقررت ان انا اشيل الاعباء لوحدي. عاده في كل المهرجانات بيبقى فيه السبونسرز والحاجات اللي بتشيل المهرجان يعني. لكن الحقيقه ظروف البلد الاقتصاديه بتمنع الكثير من الشركات انها تخش داعم، الا القليل. لكن احنا بنعتمد والله على حاجه اجمل من كده. عندنا البعض من الشعراء والادباء من خارج مصر بيؤمنوا برساله هذا المهرجان. البعض فيهم بيدعم بقدر ما يستطيع. نائبتي الشاعره والكاتبه هويدا نصيف بتدعم بقدر ما تستطيع سنويا. وده بيخلينا يعني على الأقل بنقدر نقف على رجلينا ونعمل المهرجان. مش شرط ان انا اكسب من المهرجان، ممكن اخسر. على فكره انا مره بعت عربيتي في كورونا عشان اعمل المهرجان. هيقولوا لي طب وانت مستفاد بايه؟ مستفاد ان انا بعمل شيء بحبه. انا بحب المهرجان، وبحب نجاح المهرجان، وبحب اسم المهرجان، وبحب البلد اللي بيتعمل فيها المهرجان. عشان كده انا مصر على استمرار المهرجان حتى ولو ما كانش عندي ولا داعي. تمام. جينا للسؤال المهم في لقائنا وهو أسماء المكرمين في مهرجان همسة دورته ال11. هو طبعا خليني اقول لك الاول التكريم بيبدا ازاي. انا عندي التكريم بينقسم لقسمين. في حاجه اسمها الاستفتاء الجماهيري، وده بينزل على الويب سايت اللي هو بتاع المجله. آه، تصويت في اسامي كل النجوم والاعمال والحاجات دي كلها، وبتبدا الناس تخش وتصوت لنجومها المفضله. وده قسم خاص منفصل بذاته. وفي قسم تاني بقى، ده قسم النقاد. النقاد بيبقى لهم ترتيب مختلف. الجمهور بيختار بقلبه، الناقد بيختار بعقله وبعلمه وبما رآه، وله أسس معينة في التقييم. عشان كده هتلاقي المقيمين عند الجمهور
غالبا غير المقيمين عند النقاد، وان توافقت بعض في اعمال تبص تلاقيها ما بتخرجش عن الاثنين، ما بيختلفش عليها لا النقاد ولا الجمهور. لكن في كمان اعمال جماهيريه ممكن ما تعجبش النقاد لكن تعجب الجمهور وبيصوتوا لها. في الحاله دي احنا بنختار اصحابها. فخليني ابدا لك الاول بالتصويت الجماهيري. تمام. الجماهيري كان فيه المنافسه مشتده جدا 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 ما بين الفنان محمد رمضان، الفنان خالد النبوي، الفنان طارق لطفي، الفنان محمد ممدوح. يعني كان في حوالي انا بجيب لك بس الاربعه والخمسه اللي هم كانت محتدمه ما بينهم في الاخر، والناس كلها كانت متخيله ان محمد رمضان هيكتسح عشان خاطر العمده وبتاع، ولكن اتضح ان الفرجه حاجه والسوشيال ميديا حاجه والمشاهد الواعي حاجه تانية خالص نهائيا. فانحصرت المنافسه ما بين خالد النبوي في رساله الامام وما بين طارق لطفي، وحسمها الفنان طارق لطفي. وده خبر حصري البرنامج. حسم الفنان طارق لطفي. للسيدات عندي المنافسه كانت شديده جدا ما بين منى زكي، حنان مطاوع، والمفاجاه الغريبه بقى ريهام حجاج دخلت في الموضوع على غير العاده، لانها فعلا السنه دي كانت عامله شغل كويس ودخلت برضو، والفنانه روجينا كانت عامله شغل كويس قوي. المنافسه انحصرت في الاربعه دول، حسمتها حنان مطاوع وبفرق عن منى يعني يكاد يكون بزقه كتف. حسمتها حنان مطاوع في لانها كانت عامله عملين السنه دي. وده طبعا على فكره لا ينفي ان منى زكي عامله شغل عالي جدا جدا جدا. في احسن مسلسل دراما تراجيدي تحت الوصايه، طبعا كل الجمهور عارف تحت الوصايه وشافه. احسن مسلسل كوميدي كامل العدد. احسن ممثل دراما زي ما قلنا طارق لطفي في مذكرات زوج. احسن ممثله دراما قلنا حنان مطاوع زي ما قلت لك من شويه، حنان مطاوع في عود سخيه. احسن ممثل كوميدي احمد امين في الصفاره. احسن ممثله كوميدي دينا الشربيني في كامل العدد. احسن ممثل دور تاني محمد عبد الحافظ، ومعاه حمزه العيلي في رساله الامام. محمد عبد الحافظ كان في ستهم، كان عامل دور كويس قوي والناس اختارته. احسن ممثله دور تاني دراما عبير صبري في جميله. احسن ممثل وجه جديد احمد عبد الحميد في تحت الوصايه. احسن ممثله وجه جديد زينب العبد في حضره العمده، ومونيكا هاني في رساله الامام. في جائزه بقى التميز رجال جلال العشري في حضره العمده، والفنان الكبير محمد التاجي في الصندوق. جائزه التميز سيدات الفنانه هالة صدقي في جعفر العمده، وسماح انور في الصندوق. جائزه احسن مؤلف دراما محمد سليمان عبد المالك في مذكرات زوج. جائزه احسن مؤلف كوميدي ورشه كتابه الصفاره. جائزه احسن مخرج دراما محمد شاكر خضير في تحت الوصايه. جائزه احسن مخرج كوميدي اسلام خيرت في جد سليمه. جائزه احسن موسيقى تصويريه تامر كروان في رساله الامام. جائزه احسن تصميم ازياء ريمي العدل في تحت الوصايه. جائزه احسن برنامج رياضي خد عندك جاهز الاهلي خط احمر. عشان انا اهلاوي كمان، بس ده اختيار الجمهور مش اختياري انا. في جائزه كمان تشجيعيه للطفلين عمر شريف في تحت الوصايه، وادم كريم صلاح في ستهم.
بالنسبه لاحسن ممثله، هو طبعا الامور ما بين منى زكي كاحسن ممثله وحنان مطاوع. احسن ممثل، ودي مفاجاه، فنان محمد ممدوح عن رشيد، ده احسن ممثل. احسن ممثل دور تاني دياب في تحت الوصايه. احسن ممثله تانية هي ما بين اتنين، جاري الاختيار ما بينهم دلوقتي، ما بين مها نصار وحد تاني واسماء جلال. احسن ممثله شابه الحقيقه كانوا في ما بين رويا هاشم ودي أردنية، وما بين آية سماحة. أحسن ممثلة كوميدية دنيا سمير غانم أو دينا الشربيني، هم لسه لأن لجنة التحكيم لسه شغالة لغاية دلوقتي. أحسن سيناريو خالد وشيرين دياب عن تحت الوصاية، يعني تقريبا هناك مذكرات زوج، هنا هنا تحت الوصاية. احسن سيناريو كوميدي فريق كتابه كامل العدد يسرا طاهر وزميلتها. احسن مخرج تلفزيوني عموما محمد شاكر خضير، وده ما اختلفش عن الجمهور، لان الجمهور اختار نفس المخرج. احسن مخرج كوميدي خالد الحلفاوي. احسن ديكور مسلسل تحت الوصايه. احسن ازياء تحت الوصايه دكتوره سلمى. في التميز الفنانة سوسن بدر في التميز. في الرجال في المتميزين أحسن مصور مدير تصوير تيمور في رسالة الإمام. وأحسن موسيقى تصويرية ليال وطفة في تحت الوصاية. أفضل أزياء دكتورة سامية عبد العزيز في رسالة الإمام. أفضل ديكور أحمد عباس صابر في مسلسل سوق الكانتو. أحسن وجه صاعد رجال أحمد عبد الحميد، نفسه هو برضو الشاب اللي في تحت الوصاية. هنا أحسن مسلسل، أحسن وجه كوميدي، أحسن ممثل كوميدي مفاجأة طه دسوقي اللي كان طالع برضو في الصفارة قصاد أحمد أمين، وعلى فكرة شاب هايل جدا. أحسن ممثلة كوميدي سما إبراهيم في مسلسل بابا المجال. لجنة تحكيم الدراما الفنان القدير طارق دسوقي، الفنانة الجميلة الرائعة ميرنا وليد، المخرج الكبير إبراهيم فخر، المخرج الكبير علاء محبوب، الناقدة الكبيرة فايزة هنداوي، المخرج الأردني، وأول مرة يكون معنا حد من خارج مصر في لجنة تحكيم الدراما سامر خضر، الإعلامي سمير فقيه، مين تاني السيناريست الكبير وليد يوسف، دكتورة دعاء نصر رئيسة مهرجان عالم النجوم ومستشار الفني ونائب رئيس المهرجان في مصر الدكتورة دعاء نصر. دول لجنة التحكيم اللي طبعا تعبوا جدا على انهم يشوفوا كل الاعمال وانهم يقدروا يطلعوا لنا بالنتيجه اللي احنا شفناها دي، وانا بوجه لهم التحيه والشكر للجنه التحكيم. واحنا كمان بنوجه لهم تحيه وشكر. ودلوقتي بعد ما عرفنا اعضاء لجنه التحكيم وبعد ما عرفنا المقررين في المهرجان، سؤالي بقى دلوقتي حضرتك، المهرجان همسة الدورة ال11 هيكون على شرف مين السنة دي؟ يعني هو بصي أنا ما يعني في أكتر من حد في بالي إن هيكون على شرف المهرجان، بس أنا ده مخليها إن شاء الله لقبل المهرجان بشهر بكتير خالص هكون اخترت. أوعدك إن أنا أول ما أختار هيكون لكم انتم. هنعتبر ان ده حصري لقناة الشمس المصرية من الاستاذ عندنا. هو طبعا السنه اللي فاتت كان الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، فالسنه دي هو نجاح، يعني نجاح وعبقريه توفيق عبد الحميد حطاني في مأزق شديد جدا اختار مين
يوازي توفيق عبد الحميد. بالظبط، ودي الموضوع صعب. مسألة صعبة جدا. صحيح. مم. طيب احنا يعني أخيرا وليس آخرا عايزين مفاجأة حصرية لقناة الشمس المصرية من الأستاذ فتحي الحصري. طيب هقول لك، مع ان انا يعني بقى ايه بخلي المفاجآت لي انا في الاخر للناس. انا في المهرجان اتعودت كل سنة ان انا اكرم حد من القدامى، اللي مش هقول الناس نسيتهم، الناس ما بتنساش لكن المهرجانات هي اللي بتنساهم. السنة دي مكرم 2 من أبرز نجومنا اللي رحلوا عن عالمنا، الفنان الكبير توفيق الدقن، والفنان الكوميدي الكبير الراحل فاروق يوسف. لأن احنا مهرجان همسة مش بس بيهتم بالموجودين، لا، بيهتم بالكبار اللي رحلوا عن عالمنا، والكبار اللي لسه موجودين برضو. يعني جاري اختيار حد من الموجودين، واعتقد برضو هيكون مفاجأة، بس لأن لسه ما اخترناش، فحد هيكون قيمة وقامة برضو موجود إن شاء الله. حابب تضيف حاجة تاني في اللقاء الجميل ده؟ والله أنا يعني ما فيش أي إضافات غير إن أنا سعيد بوجودكم معايا، وأتمنى للقناة نفسها إنها تزدهر وتكبر، والسنة الجاية عليكم جايين بتعملوا معايا حديث وانتم لكم مكان محجوز على اكبر قمر صناعي إن شاء الله. ولوجو خاص بكم، حاجه كده واكله الدنيا كلها. واقول لكم تعالوا تقولي لي لا ده احنا معلش خد احجزنا بالوقت يعني. احنا ما نتأخرش على حضرتك ابدا، ومبسوطين باللقاء ده جدا. والنهارده انا فخورة ومبسوطة جدا بلقائي الجميل مع حضرتك، الكاتب الصحفي ورئيس مهرجان همسة للآداب والفنون. بشكرك جدا يا أستاذ فتحي. أنا اللي بشكركم، وعايز أقول لكم ده شعار المهرجان. عارفين دي مين؟ دي ماعد. مين ماعد؟ ماعد آلهة العدل، مش الحكمة، آلهة العدل. والعدل يعني كل فنان وكل شاعر وكل أديب ياخد حقه في المهرجان بالعدل. ما عندناش محسوبية، عندنا عدل. مش كده ست ماعد؟ شكرا لكم.